انا خرطتها بالشكل دوت، وبعد كده هنبتدي نجيب الشوربه، ويلا بينا اقول لكم تعملوها ازاي. بجيب الحله بتاعتي وبملى ربعها شوربه، مش عايزه شوربه كتير. ليه؟ لان انا مش عايزه الويكه تكون سايبه، يعني ما تكونش خفيفه، فعايزين نظبطه الشوربه مع بعض. يعني كميه الشوربه تبقى على قد الويكه بالظبط، على حسب بقى كميه الويكه اللي انت هتعمليها، عايزه الشوربه تبقى قدها بالظبط بالشكل ده. وهولع عليها النار وهسيبها تستوى، ما تغطيهاش عشان ما تفرش وتبهدلك الدنيا. بقلب وبسيبها لغايه ما تستوى. مجرد بقى ما تستوى وتبقى طريه كده، مش عايزاها تتهرى، بجيب المفراك بتاعي او بضربها في الخلاط لما تستهدى زي ما انت بتحبي. ولو ضربتيها في الخلاط بتبقى بحرص، يعني بتضربي مرة واتنين بعدين تشوفيها وتقلبيها، لان انا مش عايزاها تبقى ناعمة، تبقى متقطعة. فانت بتضربيها بحرص لما تضربيها في الخلاط. طبعا اسلم حاجة انك تعمليها بالمفراك بالطريقة القديمة يعني. بس سهل اوي لغاية كده، سهل. هنا بقى الويكة لو لقيتيها تقيلة تبتدي تخففيها بكوباية شوربة، بس برضو تحطي الشوربة واحدة واحدة. خلاص هي بالنسبة لي تقيلة، شايفين؟